قررت ان انا خلاص هنتحر ومش عايزه اعيش في الدنيا دي تاني خالص، وما عنديش ادنى خوف ان انا اموت. حتى لو ده معناه ان انا مثلا مت وانا استغفر الله العظيم يا رب كافره، ما فكرتش في حاجه زي كده. الموضوع كله بدأ معايا في 2018. 2018 كانت اصعب سنه، وبالرغم من ان هي كانت اصعب سنه الا وهي كانت السنه الحاسمة أو اللي فرقت في حياتي كتير جدا. من وأنا صغيرة كنت دايما بضحك. الناس بتقولي الطاقة إيجابية، ومثلا هابي فيروس ياخدوا رأيي في كل حاجة. أميرة احنا مخنوقين، أميرة احنا متوترين، أميرة احنا فينا ده، أميرة احنا فينا ده، ايه رأيك ايه رأيك؟ وانا افضل اديهم في كلام واديهم في كلام واديهم في كلام. ليه؟ احنا عارفين الإجابة، عارفين احنا المفروض نعمل ايه. يعني أغلب الناس اللي جت تسألني أميرة مثلا عندي مشكلة كذا، أميرة مثلا مش بعرف أذاكر، أميرة مثلا كذا كذا، الناس دي عارفة إجابة الأسئلة بتاعتها، بس هي عايزة تسمع من حد تاني. فكانوا بيجوا يسألوني عشان كانوا بيحبوا الطاقة بتاعتي، كانوا بيحسوا بطاقة إيجابية لما بيتكلموا معايا. ودي حاجة كنت بشكر ربنا عليها، لأن بحس إن كل واحد في الدنيا دي نازل الحياة علشان يعمل حاجة، يعني يساعد البشرية في حاجة. بعدين في 2018 كنت في أول سنة جامعة في مصر، جامعة تجارة إنجليش حلوان. وقتها ما كنتش اسعد واحده، ما كانش التخصص بتاعي، ما كنتش التخصص اللي انا كنت عايزاه. دايما انا كنت بحب اللغات او فنون او اي حاجه من الحاجات دي. بس فكره ان انا كنت في تجاره، مع ان انا بحب البيزنس، بحب الحاجات دي كلها، بحب الماركتينج، بس ما كنتش شايفه نفسي فيها، ما كنتش شايفه نفسي في الجامعه دي، في البيئه دي نفسها. جه فتره مع تانية مع التالتة، كأن الحاجات او المشاكل كلها من وانا صغيره مره واحده اتجمعت كلها. لقيتني دخلت في اكتئاب، وما كنتش عارفة ان ده اكتئاب. اول مرة حسيت بالشعور ده كنت حاسة وقتها ان انا مخنوقة، بس عادي يومين وهيعدوا. فانا كنت سايبة نفسي، يعني كنت سايبة نفسي انهيل واستشعر كل المشاعر دي وعادي. الفكرة ان في فرق ما بين ان انتوا تستشعروا، يعني لما تزعلوا من حاجة، من الصحي ان انتوا تستشعروا الحزن ده وبعدين تبدأوا تموف اون. بس اللي انا عملته ان انا كنت بستشعر الحاجات دي، بكتمها جوايا وما بعملش موف اون. فالحاجات دي انا معرفش ايه اسبابها، ومعرفش ايه اسباب الخنقة دي، فبالتالي كأنها unsolved problems، مسألة او مشاكل ملهاش محلتهاش. فبالتالي هي عمالة بتتراكم جوايا، وانا مش من النوع اللي كان بيحكي لأي حد. انا ما كنتش بثق في اي حد، لان انا اتخذلت من اقرب ناس ليا قبل كده، ان انا احكي لهم مثلا حاجه كانت فعلا حاجه تهمني جدا، وهم بعدين حكوها بكل سهوله. من وقتها قررت ان انا لا، مش انا اللي هروح احكي لشخص. الشخص كده كده في الاول وفي الاخر مش هيحل لي مشاكلي انا. بس الفكره ان انا ما كنتش على درايه بمشاكلي انا. فكنت بنزل الجامعه، بقابل صحاب الجامعه، بنهزر وبنضحك طول اليوم وبناكل، وارجع البيت احس كأن اليوم ده ولا جه في حياتي. ارجع تاني مخنوقة، متضايقة، عمالة مش قادرة، يعني عايزة اعيط ومش عارفة اعيط. الموضوع ده قعد يستمر يستمر، وانا استشعر لحد ما لقيتني ان انا ما بقتش بنزل الجامعة. وانا عندي عادة معينة، لما انا بكون مخنوقة او متضايقة او كده، بحب ان انا انام، بحب انام كتير، بحس ان انا كأني بحل يعني مش عارفة ده كان تهرب، بس برضو فيها نوع من انواع ان انا بحل مشاكلي وانا نايمة، مش عارفة ازاي، يعني عقلي بيكون شغال. الفترة اللي انا نمت فيها دي كنت بنام كتير جدا، بنام مثلا ب 25 ساعة، ب 30 ساعة، 17 ساعة، واقوم اشرب مش عارفة. الفكرة ان انا عقلي بيبقى شغال. فالعالم الخارجي كنت بصحى من النوم اسال ماما: ماما هو حصل كذا كذا، هو ده كان حقيقة ولا حلم؟ ما بقتش عارفة افرق ما بين الحقيقة وما بين الحلم، لان انا كده كده وانا نايمة دايما بتهرب من الواقع. انا عقلي شغال. ف قعدت على الحال ده كتير، وبعدين لقيت ان الناس كلها بقت بتشوفني بيقولي وشك فيه ضغط، وشك فيه فقد الرونق، وشك فيه اكتئاب، وشك فيه حزن. الكلام ده بقيت بسمعه من امهات صحباتي، من الناس اللي حواليا، وانا ما كنتش عارفه. لا انا تمام، لا انا تمام، لا انا تمام.
بعدين اكتشفت في مرة ان انا فعلا خلاص مخنوقة مش قادرة، وانا عارفة ايه الاسباب بس انا مش عارفة ايه الاسباب. عارفين لما تكونوا عارفين الاسباب بس انتوا مش مركزين عليها ومش مخلينها كلير كده، فعمالين كأنكم بتحطوا مثلا التراب تحت السجادة وانتوا عارفين ان في تراب تحت السجادة، بس اللي هو ايه، عقلكم بيقول يلا خلاص اهو اتنضف، يلا خلاص اهو اتنضف، انا مش عارف ليه في تراب حوالين السجادة مثلا. المهم فترة بقى خلاص انا دخلت في الاكتئاب، في حالة الاكتئاب خلاص بقيت حاسة انا مش عايزة اتكلم مع اي حد، بقيت حاسة ان انا مش عايزة انزل الجامعة، مش قادرة انزل الجامعة، عايزة انقل من الجامعة. كلمت والدي قلت له انا هوعدك هجيب في اول سنة درجة حلوة بس بليز طلعني من الجامعة دي، انا مش قادرة، انا نفسيتي مش قادرة. فقال لي لا خلاص وانتي بدأتي وهتضيعي سنين من عمرك وكل الكلام ده. فقلت برضو لا، انا انتي اميرة لو جبتي درجة حلوة في اول سنة هتقنعي، هتعرفي تقنعي. جبت في اول سنة درجة حلوة، وبعدين كلمته في الموضوع ده وقال لي اميرة انا متوتر وانتي بتوتريني وبتضغطيني وكذا وكذا وكذا. فحسيت ان انا ايه، لا خايفة عليه، يعني انا خايفة على والدي فمش، وخايفة على زعله، فمش عايزة ان انا اثر عليه باي طريقة ويكون اسمي انا اللي عملت كده. هي دي بقى المشكلة، مشكلتي ان انا دايما كنت البيبل بليزر، انا لازم اعمل الحاجات اللي الناس عايزينها عشان انا لو ما عملتهاش ما كنتش ماشية على توقعاتهم، هيشوفوني ان انا شخص مثلا مش جدع، هيشوفوا ان انا مثلا شخص بيدور على المشاكل، شخص جريء قوي، شخص مستهتر، شخص كذا شخص كذا. فانا عايزة ابقى الصورة الكاملة اللي هم عايزينها، وحاولت ابقى الصورة الكاملة اللي هم عايزينها. حاولت، ممكن قرار يكون صغير جدا بالنسبة للناس دي بس بالنسبة لي انا كان عانيت علشان اعمل حاجة زي دي علشان ارضيهم. عايزاكم تقوموا تعملوا شاي، تعملوا اكل، تتفرجوا عادي وانتوا بتعملوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها في حياتكم، مش عايزة ان انتوا توقفوا عشان تتفرجوا عليا انا بس. هل انا عرفت من نفسي حتى ان انا يعني person pleaser او people pleaser؟ اللي هو يعني ايه people pleaser؟ يعني الشخص اللي هو بيحاول يسعد اللي قدامه ويعمل اي حاجه ان الشخص ده عايزها وما يقدرش يقول لا على اي حاجه. هل انا حتى عرفت ده عن نفسي؟ لا، ما عرفتش ده عن نفسي من نفسي، انا عرفت ده لما ناس قابلتهم في حياتي هم اللي خلوني اخد بالي من حاجه زي كده. حسيتها كانها اشاره ليا من ناس معرفهاش، ناس اجانب بعملهم جايد في مصر، فلاقيهم بيقولوا لي اميره بي سيلفش، فاقول لهم selfishness is not a good thing، اللي هو ان ازاي اكون انا انانيه وبتاع. يقولوا لي مفيش حاجه اسمها حاجه حلوه وحاجه وحشه، مفيش حاجه اسمها صح وغلط، مش بنتكلم عن الحرام والكلام ده، لا مفيش حاجه اسمها في حياه الشخص عن الحاجات اللي هو بيعملها صح وغلط. في حاجه اسمها انت عايزه ده ولا لا، غيرك عايز ده ولا لا، غيرك عايز ده ولا لا. مش معنى ان انت رفضتي انت شخص وحش، ومش معنى ان غيرك وافق يبقى هو شخص جدع. انتي غير اللي حواليكي، فانتي خليكي انانيه بالحاجات اللي انتي عايزاها، اعرفي ايه الحاجات اللي انتي عايزاها، ما تجيش على نفسك عشان حد. استغربت كده، اللي هو انا اول مره سمعتها عديت الموضوع، تاني مره سمعتها، تالت مره سمعتها، حسيت ان دي اشاره ليه الناس دي بتجيلي ما بيكونش فيه توبيك، يعني احنا مش بنتكلم على اي حاجه تخصني، بس مره واحده يقولوا لي اميره بي سيلفش، you are too much people pleaser. ساعتها الموضوع ده مش عارفه ليه حرقني قوي كده من جوه، حسيت ان لا انا مش كده، لا انا مش كده، قعدت اعاند ولا انا مش كده، لاني ما كنتش عايزه اكون عايشه دور الضحيه. لحد ما اكتشفت ان انا اساسا فعلا كنت الضحيه، انا الضحيه لنفسي بسبب نفسي، انا مش عشان حد تاني، مفيش حد تاني هقدر ارمي اللوم عليه، محدش تاني هقول له انا عملت ده عشانك. وفي الاول وفي الاخر انا عملت ده بنفسي، محدش ضربني على ايدي قال لي اعمليه. مش عارفه اوصف لكم الفتره دي من حياتي، مش عارفه اقول لكم مثلا انا كنت بعمل كذا وكذا، كان يومي بيمشي كذا وكذا، لان الشخص اللي بيبقى مكتئب مش بيكون بقى حياته هي الزعل والعياط والخنقه، لا، الشخص المكتئب عادي بيخرج بينزل بيتصور. انا لو وريتكم صور الفتره دي انا بتصور وبضحك وبهزر. الشخص المكتئب مش بيبان عليه خالص ان هو مكتئب، مش شرط ان هو يبان عليه خالص ان هو مكتئب. لحد ما لقيتني بقى ان انا خلاص بقى فاقده الشغف في الدراسه،
مش عايزه اعمل اي حاجه في حياتي، اللي هو انا حلمي ايه في الحياه؟ مش حلمي اي حاجه. انا خلاص، انا واحده دلوقتي مستوعبه ان انا مفيش حاجه انا عايزه اعملها، مفيش حاجه انا عايزه اوصل لها، ومفيش حاجه بتفرحني من الاخر، ومش خايفه بعمل اي حاجه خلاص يعني. حاولت اول مره ارتكب فيها ان انا انتحر. ساعتها انا والدي عنده القلب، فبياخد ادويه معينه. يعني افتكرت ان انا لما هاخد الادويه بتاعته ان انا ربنا ياخدني بقى. فساعتها اخدت الادويه بتاعته، واللي حصل ان ما حصلش اي حاجه، كل اللي حصل مغص شديد جدا وجسمي ما تقبلهاش، فطلعت تاني. خدت يعني ادويه كده كتير. هو كان بيبقى دايما بياخد ادويه كتير، انا قعدت اخد من هنا ومن هنا ومن هنا لمده 3 ايام، وجسمي مش بيتقبلها، فبتطلع تاني بعد مثلا ساعتين. غير بقى آه، التعب، المغص الفظيع اللي بيحصل مثلا في جسمي او كده، بس ما كانش بيحصل حاجه تانية. كل يوم كنت بنام، قبل ما انام بقول سامحني يا رب. كنت بكتب جوابات لماما ان انا مش قادره اعيش، ومش قادره احلم، ومش قادره احس باي حاجه حلوه، وان انا بجد مش قادره. بقيت بعد كده بشوف نفسي اقبح انسان وجدته الارض حرفيا، الدنيا. بقف قدام المرايه، ايه ده؟ مناخيري، ايه ده؟ وشي، ايه ده؟ عيني، بشرتي، شعري. ماما من نوع هي بتاخد بالها ممكن من تفاصيل حاجه زي كده، فقالت لي اميره تعالي اقعدي هنا، هو انت في ايه؟ هو انت ايه اللي بيحصل ده؟ هو انت ما كنتش كده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ انت حلوه، انت جميله، انت كذا، انت كذا. وقتها اللي هو اقول لها القرد في عينهم وغزال من الاخر يعني. بعدين جه في 2018 شهر 8 اغسطس، 25/8 ده عيد ميلادي. كانت ماما واختي عايزين يفاجئوني، فجابوا لي هديه عيد ميلادي. كانت جزمه من اختي، كان سليبر كده حلو قوي، وماما مش فاكره جابت لي ايه، بس يعني جابوا لي حاجتين حلوين جدا. مش عارفه بقى وقتها ايه اللي حصل، بس انا كنت مخنوقه جدا، وقلت لهم انا مش عايزه هدايا من حد. فقالوا لي يعني ايه مش عايزه هدايا؟ دي قله ذوق ان انت تتكلمي يعني احنا عملنا الافورت ونزلنا وبتاع، وانت تقولي مش عايزه هدايا من حد وبتاع. لقيتني عماله بصوت، مش عايزه هدايا، مش عايزه هدايا، مش عايزه حد يحتفل بيا، مش عايزه اي حاجه في الدنيا، ما تسيبوني، ما تسيبوني. وقعدت اصوت 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 وازعق. وبعدين مسكت، كان في حاجات على المكتب بتاعي، فكان في جارز اللي هي آم، زي برطمان مثلا، حاجه بتبقى شبه برطمان بنحط فيها الاقلام او كده، وكانت من ازاز، قمت كسرتها على الارض ويلا انا هقتل نفسي، وعماله احاول وهم قاعدين ماسكني، وماما مكتفاني، وبسمه مكتفاني، وقاعدين بيعيطوا وبتاع، وانا مش فايقه خالص ولا طايله. وبعدين ماما زعقت لي جامد، وبعدين طلعت بره الاوضه، وانا كنت في الاوضه لوحدي. فكان في مروحه، حاولت ان انا اربط حبل فوق المروحه وخلاص، انا وقفت على الكرسي وخلاص يلا. لقيت اختي هي اللي دخلت عليا في وقتها، قالت لي انت بتعملي ايه؟ وقعدت تصوت وتعيط وتترعش. وانا ساعتها انا ده كله انا مش واعيه باي حاجه، ومش شايفه ان انا مش شايفه ان انتوا المفروض توقفوني، مش شايفه ان انتوا المفروض توقفوني عن حاجه انا عايزه اعملها. خلاص انا عايزه اموت، خلاص بقى، هو انا مفيش حاجه اقدر اعملها في حياتي، انا عايزه اموت، دي الحاجه اللي انا عايزه اعملها دلوقتي. وقتها قعدوا مكتفيني وماسكني ومش عارفه ايه، وفضلوا عينيهم عليا طول اليوم وطول الليل، مش سايبيني لوحدي. وبعدين ماما عرضت عليا، قالت لي في دكتور نفسي ده كذا كذا كذا، هاخدك ليه وبتاع. فقلت لها لا، انا ما كنتش عايزه والدي يعرف، عشان مش عايزاه ان هو يتضايق او كده، فبالتالي انا برضو مش هقدر ادفع حاجه زي كده من نفسي. قلت لها لا. كان في واحده ساعتها اعرفها، دكتوره نفسيه، كانت هي متخرجه من المدرسه عندنا. وساعتها اتكلمت معاها وكده، واتكلمت معاها على كل حاجه. قابلتها في مره اتكلمت معاها عن حاجات كتير. قالت لي اميره اللي انت فيه ده اكتئاب حاد، انت في اكتئاب حاد، انت معجزه ان انت ما تلتيش، ده انت الحمد لله يعني انت ما انتحرتيش. المهم الفكره ان انا ساعتها كان في البيت طبعا عندي مش واثقين بقى انا هعمل ايه او كده،
في مره ده اللي فوقني بصراحه. اول حاجه فوقتني ان انا على الاقل ما اخدش خطوه ان انا انتحر. كنت ساعتها في وسط الليل وكنت رايحه المطبخ علشان اشرب ميه عادي جدا، ما كنتش هنتحر ولا اي حاجه. لقيت اختي بتحب تنام بدري، او هي من عادتها بتنام بدري. لقيتها مره واحده قايمه ورايا بتقولي كانها طفله مثلا خايفه، وهي قاعده لوحدها مثلا في البيت. فلقيتها ماشيه ورايا بتقولي ايه يا امير، في حاجه؟ بتعملي ايه؟ قلتها عايزه اشرب عادي. فقالت لي اه طيب ماشي. قالت لي يا امير انا خايفه قوي، وقعدت ترعش وقعدت تعيط. قالت لي انا خايفه قوي، ارجوكي ما تعمليش اي حاجه، انا خايفه قوي، انا مش عارفه انام. ساعتها انا انهارت من العياط. قد ايه هي صعبت عليا، وموقفها الضعيف ده صعبت عليا جدا. لازم اهدى واجي تاني. المهم صعبت عليا جدا، موقفها قد ايه ضعيف خلاني مره واحده كاني صحيت. طول الليل بقيت عماله مره واحده كاني صحيت فعلا، كان كان في غمامه على عيني ومره واحده اتشالت. مش عارفه ايه الشعور اللي انا حسيته ده، بس لقيتني عملت انا اسفه يا رب، 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 استغفر الله استغفر الله، سامحني يا رب، سامحني يا رب، سامحني يا رب. وقمت صليت وقعدت اقول سامحني يا رب. انا مش عارفه انا عملت كده ازاي، انا ما كنتش واعيه. انا لمده يعني انا في الاسبوع ده حاولت انتحر كذا مره ومش واعيه ان انا بعمل حاجه زي كده. قلت له سامحني يا رب، سامحني يا رب، قويني يا رب، قويني يا رب، قويني يا رب. وبعدين قعدت كده قلت لا، انا خفت بقى. بعدين لما اتكلمت مع الدكتوره دي قالت لي، ولما عملت سيرش كتير عرفت وفهمت وقتها ان الاكتئاب ده مش لازم يكون بعد عن الدين. الاكتئاب ده مش معناه ان الشخص ده بعيد عن الدين. انا وقتها كنت بصلي كل الفروض، بصلي الفجر، بقرا قران، أه وفعلا كنت بحس كل حاجه من ناحيه الروحانيات، مش اللي هو بصليها تأدية واجب وخلاص. ولكن ولكن الاكتئاب ده زيه زي المرض. لما انت مثلا بيكون عندك برد مش بتقول عشان بعيد عن ربنا جالي برد. طبعا بيكون ليها اسبابها، ولكن احنا بناخد بالاسباب. والله انا لبست خفيف عشان كده جالي برد. في اسباب، كل حاجه بيكون ليها اسباب. الاكتئاب ده برضو مرض، مرض وليه اسباب. ساعتها قعدت مع نفسي وما بقتش عارفه اعمل ايه. اتفرجت على فيديوهات دكتور ابراهيم فقي الله يرحمه. كان ساعتها بدايه ان انا بقى اتعلق بالدكتور ده، لحد ما في يوم جات لي رساله من شخص متوقعتش خالص ان الشخص ده ممكن يكلمني. يعني اللي هو احنا مش صحاب او اي حاجه. الولد ده اصغر مني مش عارفه ب3 سنين ولا حاجه زي كده. اصغر مني ب3 سنين، وانا كنت يعني اصغر مني ب3 سنين في المدرسه، من ايام المدرسه، من وانا بقى صغيره. احنا عندنا ابتدائيه اعداديه ثانويه، فهم كلهم زي اخواتي، الناس الكبار اخواتي، زمايلي برضو الصغيرين اخواتي. فساعتها قال لي اميره ازيك عامله ايه؟ فقلت له الحمد لله، ايه خير في حاجه يعني؟ قال لي انا عايز اسالك سؤال، مالك يا اميره؟ ف مالي كتبت مالي. قال لي مش حاسك اميره بتاعت زمان، اميره بتاعت زمان. قلت له مين اميره بتاعت زمان؟ قال لي اميره بتاعت زمان في المدرسه دي دايما ضحكتها ما بتفرش وشها، الطاقه الايجابيه بتاعتنا. ده انتي كنتي بتعالجينا كلنا يا شيخه، ده احنا كنا بنبص في وشك كده ان يجي لنا الامل. دلوقتي حاسك ان انتي مش زي ما انتي. طب وانت عرفت منين؟ انا اصلا واحده مش بروح المدرسه، يعني انا خلاص في الجامعه ومش بنزل حاجه عن حياتي. انا في العاده اللي يعرفني عارف ان انا مش بنزل حاجات عن حياتي مثلا في السوشيال ميديا. انا مخنوق، انا مش قادره، انا مش عارفه ايه. فعرفت منين؟ فقال لي وشك بقى باين عليه الحزن قوي مش عارف. فقال لي انا عايزه اقول لك على حاجه. حسيت ان دي فعلا كانها رساله من عند ربنا. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا والدي توفى وانا اكبر شخص في اخواتي، ودلوقتي بقى المسؤوليه هي انا. ومش فاكره والدته كانت المفروض هتتجوز شخص تاني ولا ايه، وقد ايه ان هو دخل في اكتئاب وحس ان هو كأن اتسلب منه طفولته في سن صغير.
فقال لي وقتها انا حسيت ان انا الدنيا كلها اسودت في عيني يا اميره، بس حاجه واحده بس هي اللي قومتني، وانا جايه اقول لك اعملي الحاجه دي. قلت له ايه هي؟ قال لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال لي الحاجات دي تعمليها ولكن بشرط، لازم يكون عندك يقين ان انت فعلا هتطلعي من المحنه اللي انت فيها دي. وانا مش هسالك انت فيكي ايه او ايه المشاكل اللي انت فيها، بس وعديني تقولي الحاجات دي باستمرار قبل ما تنامي كتير في يومك كتير، وهتشوفي الفرق يا أميرة. ده سحر سحر. بصراحة وقتها ما صدقتهوش، يعني حسيت ان ايه اللي هو مشاكلي كلها تتحل بحاجة زي كده. ما حسيتش. قعدت عملت سيرش على حاجات كتير زي ما قلت لكم، بتفرج على دكتور ابراهيم الفقي. وقتها قال خلي بالك من افكارك لانها بتتحول لك. خلي بالك من افكارك لانها بتتحول لكلام، وخلي بالك من كلامك لانه بيتحول لافعال، وخلي بالك من افعالك لانها بتتحول لعادات. شوف انت بتكلم نفسك ازاي. قعدت كده انا بكلم نفسي بالسلب جدا، انا ممكن اكون بدي كل الطاقه الايجابيه دي اللي حواليا، وانت تقدر وانت تقدر، بس ما ليا انا انت مش هتقدري، انت مش هتعرفي، انت مش هتقدري، انت مش هتعرفي. قولي او خلاص عدي الامور يا اميره. ما تزعليش بابا، ما تزعليش ماما، ما تزعليش صحابك، ما تزعليش مش عارفه مين، خليهم بقى فخورين بيكي، خليهم بقى فخورين بيكي. حلو قوي ان هم يبقوا فخورين بيا، بس لازم ما ننساش ان هم برضو لازم يفرحوا على سعادتي انا. ما ينفعش اكون انا بس عايزاهم يبقوا فخورين بيا على حساب نفسي. اتفرجت على حاجات تانية ازاي ان انا احسن من نفسيتي. فدكتور ابراهيم الفقي برضو قال في واحد كان بيتعذب وبسبب ان هو قاعد يفكر، هما كانوا بيعذبوه بس كانوا هيسيبوه، بس هو إيه اللي في مخيلته واللي هو قاعد يردده في دماغه، انا هموت انا هموت انا هموت، لدرجة ان هو مات مش من التعذيب، هو مات بسبب تفكيره. فقد ايه فكرة التفكير ده سلاح قوي جدا. فكرة ان انتوا تفكروا في حاجة وتستشعروها وتكونوا بتحسوها قوي، دي سلاح قوي. ساعتها قلت اما اجربها، بس جربتها على حاجة غريبة جدا الا وهي وجع البطن. قعدت اقول انا بطني وجعني، انا بطني وجعني، انا بطني وجعني، انا بطني وجعني، انا بطني. قعدت اكررها بصوت عالي وافكر فيها. مفيش ساعة بطني دي انا كنت ماسكاها من كتر الالم مش قادرة، وعمالة اعيط، قعدت اعيط فعلا من ألم بطني. فبدأت أعمل إيه؟ فتحت الشباك، قلت أنا هعالج بقى نفسي وأجرب. هو احنا يعني هو أنا خسرانة حاجة؟ ما أنا كده كده خسرانة دلوقتي. فتحت الشباك أو الشباك، كان في قدامنا شجر، بس يعني منطقة هي كلها بس شجر كده، وفي حتة تانية يعني هو زي قاعة أفراح، بس القاعة دي كانت بتبقى دايما مقفولة، وراها بقى شجر بس، فأنا قدامي في الشباك الشجر ده بس. فكنت بفتح الشباك على بالليل أفضل أقول أنا مبسوطة أنا مبسوطة، بصي الشجر كتير ازاي، بصي سبحان الله ربنا خلق الحاجات دي جميلة، الله بصي صوت الشجر، صوت الشجر بسبب الهوا اللي بيجي بالليل، نسمة الهوا دي، فكرة بالليل والشجر وبيتحرك جميل قوي. ده انا سعيدة قوي، ده انا سعيدة قوي بالمنظر ده، ده انا سعيدة قوي، ده انا سعيدة قوي، انا سعيدة جدا. وبعدين انام، كنت لو نمت عكس على السرير بالعكس كان القمر بيضرب في عينيا في وشي، يعني بيكون ضوء القمر بكون شايفاه. يا سبحان الله، بس كأن القمر ده كأن انا مثلا المين كاركتر، او انا الشخص الرئيسي في فيلم، والقمر ده بيسبوت عليا اللايت. إيه سبحان الله، ايه ده؟ ده ولا في الافلام، ده ولا في الخيال. ايه الجمال ده؟ ده انا مبسوطة قوي، انا مبسوطة جدا وبشكر ربنا جدا. قعدت كده لمدة 3 ايام.
ابص على نفسي في المرايه، انا مبسوطه انا مبسوطه انا مبسوطه، قعدت اعيط. انا مبسوطه، انا جميله انا جميله، قعدت اعيط. على اليوم التالت انا فعلا صحيت من النوم كأن في حريه في قلبي، كأن في قلبي لايت كده قوي. حسيت ان في مخرج، حسيت ان في فرق ما بين انا كنت في نقطه انا مش قادره اتحرك حتى لو انا عارفه ان ده فيها، يعني انا عرفت مثلا ان في حل لكذا، ان انا اعمل كذا، ان انا اعمل كذا بكذا، بس ما كنتش قادره اتحرك اعمل حتى الحل ده، ما كنتش قادره اتحرك. وقد ايه لما انا لا عافرت وحركت نفسي فعلا حسيت بالتغيير ده. وقتها قعدت اقول استغفر الله استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. قعدت اكرر ده كتير، واكرر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم. بقى بقولكوش انا الطريق من عندي الحلوان كان مثلا 35 دقيقة او مثلا 40 دقيقة، طول ما انا رايحة على لساني وانا جاية على لساني، قبل ما انام على لساني، بلس ان انا الله انا مبسوطة، الله انا مبسوطة قوي الجو حلو، الله انا مبسوطة قوي مش عارفة ايه، الله انا مبسوطة قوي ده ماما عملت لي الاكلة كذا، الله. لقيت سبحان الله السعادة فعلا بتدخل جوه قلبي، السعادة حرفيا بتدخل جوه قلبي. الدنيا كأنها عمالة بتتفتح، كأن عينيا مثلا عليها لينسز أو عدسات لاصقة كتير كتير كتير، وكل عدسة عمالة بتروح كل ما بلاقي الحياة مفتحة أكتر. ساعتها قلت بقى ايه هي الحاجة اللي فعلا توصل الشخص لان هو يكون مكتئب كده؟ لقيتها ان هي معرفة نفسك عن نفسك. بدأت اكتب الحاجات اللي انا مش حباها في حياتي دلوقتي، وانا ايه اللي فعلا كنت بتمنى ان انا اوصل له قبل ما ادخل الجامعة دي، قبل ما ادخل قبل ما يعني اسستم حياتي ان هي دي خلاص، هو ده مستقبلي، هو دي حياتي عشان ارضي ده وعشان ارضي ده. لقيت ان انا اكبر مشاكلي ارضاء الناس، انا مش عايزة ارضي الناس، انا مش عايزة ارضي الناس. ساعتها كتبت في ورقة انا هبطل ارضي الناس، انا هبدأ ارضي نفسي. طب ارضي نفسي ازاي؟ انا عايزة ادرس في كوريا، انا عايزه اشارك في اعمال تطوعيه، انا عايزه اعتمد على نفسي، انا عايزه استكشف العالم، انا عايزه اكون بيزنس وومن، انا عايزه ابقى مش عارف ايه، انا عايزه ابقى ايه، انا عايزه. كتبت كل حاجه انا كنت عايزاها، لان انا من الناس اللي عندها طموحات كتير قوي، وكان عندها طموحات كتير جدا، عايزه اعمل ده وعايزه اعمل ده وعايزه، لدرجه ان انا دي مشكلتي ان انا كنت عايزه اعمل حاجات كتير قوي، مش عارفه ازاي هعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت. ساعتها بابا قال لي صاحب البالين كداب، اعملي الحاجه، انا معاكي ان انت تعملي كذا حاجه، بس اعملي الحاجه لحد الاخر علشان لما تروحي للتانيه تكوني انت كده واثقه ان انت خلاص انت عملتي الحاجه الاولانيه دي لحد الاخر. قعدت ساعتها اكتب انا عايزه ايه ومش عايزه ايه، مش عايزه حياتي تبقى عامله ازاي، بلس الاستغفار، بلس الكلام الايجابي، لان خلي بالك من تفكيرك لانه بيتحول لكلام، ومن كلامك لانه بيتحول لأفعال. فيا حبيبتي ما تقسيش على نفسك، ما تقسيش على نفسك، ما تقسيش على نفسك. نصيحتي ليكي لو انتي مكتئبة دلوقتي وعندك الإمكانيات المادية ان انتي تتعالجي نفسيا، روحي تعالجي نفسيا، ما تتكسفيش. الاكتئاب ده مش حاجة عيب، مش قلة إيمان بالله، الاكتئاب ده مرض زي أي مرض. ولو انتي ما عندكيش الإمكانيات المادية اللي تخليكي ان انتي تروحي تتعالجي نفسيا، اقعدي مع نفسك، اعرفي نفسك. اغلب الناس اللي بيكون عندها اكتئاب هي مش عارفة عن نفسها، فبالتالي مش عارفة مشاعرها دي اتخلقت ليه، فبتخزن مشاعر هي مش واعية بيها. انت مش واعية بالمشاعر السلبية اللي انت ممكن ما تبقاش واعية، بس هي عمالة بتدخل جواكي بتدخل جواكي وانت مش فاهمة، عشان انت مش فاهمة عن نفسك. انت ليه بتروحي وتقومي كل يوم تحاولي تعرفي صاحبتك بتحب ايه ما بتحبش ايه، بتحب اكلة ايه ما بتحبش اكلة ايه، بتحب تخرج فين ما بتحبش تخرج فين، والوان ايه واكلة ايه؟
ليه بتحاولي تعرفي عن الناس وما بتعرفيش عن نفسك؟ انت اولى ان انت تبدأي بنفسك، انت اولى ان انت تسألي نفسك انا بحب ايه بجد. انت كمريم، انت كسارة، انت كآية، انت كفاطمة، انت، انا كأميرة، انا عايزة، انا بحب ايه. علمك بنفسك، الستيب او الخطوة اللي انت هتقفي فيها تبقي عارفة عن نفسك حاجات، هتعرفي وقتها اصل المشاكل دي ايه، هتعرفي وقتها مشاعر بتدخل جواكي من غير علمك، لا وقتها هيكون بتدخل جواكي بعلمك، فهتقدري تحليها، فهتهربي من اي اكتئاب، من اي ضغوطات. هتعرفي ان في حل، في حلول لكل حاجة، فعلا في حلول لكل حاجة. بس الحل مش بيجي لوحده، مش بيجي واحنا قاعدين، الحل بيجي واحنا بنحاول. امسكي ورقة وقلم، اكتبي انا في الموقف كذا اتضايقت بصراحة. انتي مع نفسك غير وانتي بتتكلمي مع حد تاني، وانتي بتتكلمي مع صاحبتك. يعني انتي لو مثلا جيتي حكيتي لي انا مش هقدر اساعدك، انا مش طبيبة نفسية، انا برضو ممكن يتاثر عليا لو الناس قعدت تحكي لي مشاكلها، انا برضو هيتاثر عليا، لان انا مش دكتوره نفسيه، مش هقدر ان انا افصل ما بين حاجه زي كده. بس انتي عارفه ايه اللي جواكي. انتي ممكن يعني اغلبنا لازم يفلتر شويه كلام للي حواليه عشان ما يقولش مشاعره، لان في ناس اللي هو انا بصراحه انا متضايقه عشان حسيت ان كذا كذا بيقل مني، فاللي هو ايه ده، هي طفله ولا ايه، ايه ده، هو غصب عن الناس هي مخلوقه عشان تحكم على غيرها. فاحنا لما بنحكي حاجات بنتند او بنحاول ان احنا نفلتر بعض المشاعر او نغلفها بشكل شيك علشان غيرنا ما يحسناش ان احنا weird، مع انها عادي من البشرية. في مشاعر كتير قوي بنحسها كبشر، بس احنا من بشري البشري مش بنحاول، مش بنحاول ان احنا ننورماليز او نحس انها عادي، احنا بشر ممكن نحس بحاجه زي كده. المهم ان احنا واعيين ان احنا حاسين بحاجه زي كده، ولو احنا احساسنا ده غلط ان احنا نحسه، فعلى الاقل لازم ابقى واعيه بيه علشان اصلحه، علشان اصلح صورتي، عشان اصلح شخصيتي، ان انا بدل ما بفكر بالطريقه دي افكر بالطريقه دي. مثلا ممكن شخص عادي يكون من النوع اللي هو بيحقد على غيره من غير ما يكون واخد باله ان هو بيحقد على غيره، بس انا لما اكون بتكلم مع صاحبتي انا مش بغير منها، انا بس متضايقه من تصرفاتها اللي هي عملتها. فالفرق ما بين ان انت تتكلمي مع صحابك انا بس متضايقه تصرفات ان هي عملتها مختلف عن وانت بقى بتكتبي في الورقه بدون فلاتر. انت مش بتفلتري الكلام، انت بتكتبي انا متضايقه علشان انا بصراحه حقد عليها. طب انا ليه حقد عليها؟ عشان انا شايفاها ان هي عندها 1 2 3 وانا لا. طب هي ازاي وصلت ل1 2 3؟ مش اهلها، والله هي سعت، والله هي بتسعى فوصلت للحاجه دي. طب وانت مش بتسعي ليه؟ علشان بضيع وقتي كل يوم بتفرج على بفتح السوشيال ميديا اكتر من اللازم، وده بيخلي ان انا مسعاش للحاجات فمش بوصل لنجاحاتها. طب كده العيب من مين؟ الغلط من مين؟ ايه ده مني. فانا قعدت كاني بقشر بوزه، بقشر تفاحه. كل ما بقشر كل ما بطلع القلب، الاساس، اساس التفاحه، البذره بتاعت التفاحه دي ايه. كل ما بقشر كل ما بطلع. اكتبوا ليه، ليه انا حاسه بالشعور ده، متضايقه، مخنوقه، مش قادره، ليه؟ عشان كذا، ليه؟ عشان كذا، ليه؟ عشان... في الاخر هتلاقوا ان في سبب من الاسباب دي، ففي الاخر هتعرفوا معلومه جديده عن نفسكم. ولما تعرفوا معلومه جديده عن نفسكم هيبقى صعب جدا ان انتوا توصلوا لمرحله الاكتئاب، لان انتوا بتعرفوا عن نفسكم اكتر. اعرفي يا حبيبتي نفسك اكتر ما تعرفي غيرك، دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انت عايزه تاخدي قصتي عبره او درس ليكي، ان انا طلعت ازاي من الاكتئاب، زي ما انا قلت لكم انا طلعت ب3 ستيبس، طلعت ب3 خطوات من الاكتئاب. اول خطوه هي الاستغفار، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، وانا على يقين، اهم حاجه تبقي على يقين. تاني حاجه ان انا بدات اقول انا مبسوطه عشان ده، انا مبسوطه عشان ده، انا دي اسمها gratitude، ان انت بتحاول تتامل وتكون شاكر وممتن، فده بيجدد الخلايا دي، بيجدد الشعور ده، بتحس ان فعلا
ان انت فعلا ممتن والسعاده فعلا بتظهر لك. عشان كده بيقولك السعاده مش بتشتري بفلوس. السعاده تقدر تشتريها بفلوس، بس مش بتقدر تشتريها 100% بفلوس. يعني انت هتفرح لما مثلا يبقى معاك فلوس فتروح مثلا تشتري لبس، هتفرح لما انت مثلا تشتري حاجه انت نفسك فيها، تاكل اكله انت بتحبها. بس انت ممكن يكون معاك فلوس وبتشتري الحاجات اللي انت بتحبها ومش حاسس بسعاده. ليه؟ علشان انت نسيت نعم ربنا عليك. اصحي كل يوم قولي يا رب انا الحمد لله، ده انا رجليا، يعني رجليا دي الحمد لله بتمشي بتروح الاماكن اللي انا عايزاها. ايديا دي الحمد لله بتكتب مثلا كلام، بتشيل كذا، نفسي ده بيشم الاكل الحلو، البرفيومز والحاجات الحلوه والجو لما يبقى جميل كده بيبقى ليه ريحه حلوه. عينيا بتشوف كذا كذا كذا. لما انتوا تعدوا كل النعم دي تلاقوا ان انتوا فعلا في سعاده بتتجدد جواكم. فتاني حاجه هي ان انتوا تبقوا ممتنين بجد. دي تاني حاجه. وتالت حاجه هي ان انتوا، اللي هي ساعدتني بجد، ان انتوا دايما تتكلموا بشكل ايجابي عن نفسكم. انتوا انا حلوة، انا جميلة، انا مبسوطة، انا كذا انا كذا. خلوا بالكم من تفكيركم، لان انتوا بسبب تفكيركم ممكن توقعوا نفسكم في الاكتئاب، ممكن توقعوا نفسكم في اليأس، ممكن توقعوا نفسكم في مشاكل حصلت كلها بسبب اللي انتوا عملتوه ده بنفسكم، بسبب تفكيركم اللي اتحول لكلام، واللي اتحول لافعال، واللي اتحول ان هي دي شخصيتكم. وبجد انا عارفه ان الفيديو طويل، بس بجد 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 انا بتمنى من كل قلبي ان انتوا كلكم تكونوا مبسوطين. انا بتمنى من كل قلبي ان ربنا يا رب يسعدكم ويفرح قلبكم، وما تدخلوش ابدا في حته الاكتئاب دي. ولو انتوا فعلا في اكتئاب قوموا وعافروا، وانا قلت لكم انا طلعت منها ازاي، وانتوا كمان تقدروا تطلعوا منها ازاي. انا واثقه فيكم وبحبكم ودايما جنبكم، وهدعي ربنا. ودايما كل ما بدعي ربنا بقول يا رب ارزقني وارزقهم، يا رب ساعدني وساعدهم. فيا رب يريح قلبكم. بس حاولوا اعرفوا عن نفسكم اكتر، هو ده اللي انا بطلبه منكم.